ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي انت فهمت ازاي الموتور بيشتغل. لو لسه مش عارف هتلاقي الفيديو موجود في الاي اللي فوق فيه شرح وتلخيصا سريع كده عليه. دلوقتي العامل الاساسي ان الموتور يشتغل هو الانفجار اللي بيحصل جوه، والانفجار ده بيتم بشويه بنزين على شويه هواء يتضغطوا مع بعض يولدوا لك الانفجار. دلوقتي انت عشان تزود سرعه العربيه محتاج تزود يا بنزين يا تزود هواء. زمان كانوا بيلجأوا ان هم يزودوا البنزين. فالسؤال الاول، ازاي بيزودوا البنزين جوه الموتور؟ وبعدين ازاي اكتشفوا اصلا ان هم غلط؟ طيب دلوقتي فهموا ان هم غلط، زودوا ازاي الهواء جوه الموتور؟ هو ده اصلا ينفع؟ كل الاسئله دي هتلاقي اجابتها ان شاء الله موجوده في الحلقه النهارده. فقبل ما نبدا جهز مشروبك المفضل او القهوه ويلا بينا نبدا. زمان كان المهندسين بيلجأوا ان هم يزودوا نسبه البنزين جوه الموتور. ده ازاي كانوا بيزودوه؟ بكل بساطه ان هم كانوا بيكبروا غرفه الاحتراق الموجوده جوه الموتور، فده كان بيسمح لهم يضخوا بنزين اكتر، كميه بنزين اكتر جوه الموتور. بس اللي حصل ان ده سبب مشكلتين بقوا في العربيه. المشكله الاولى ان حجم العربيه، حجم الكبوت بتاع العربيه بقى كبير قوي، بقى شكله طويل قوي زيه زي العربيات الامريكي زمان اللي بتشوف الكبوت بتاعها شكله تحسه 2 متر او 3 متر لوحده، ده غير بقى جسم العربيه. والمشكله الثانيه ان ده زود حجم الموتور. تزويد حجم الموتور يعني مزود الوزن على العربيه، وتزويد الوزن على العربيه ده بيقلل السرعه معاك، فانت بتحاول تزود السرعه وفي نفس الوقت عمال تقللها. والمشكله الاخيره ان هو بقى يستهلك بنزين اكتر، كميه اكتر من البنزين بتتضخ جوه الموتور. فده معناه ان الكميه اللي بتستهلك من العربيه في البنزين بيكون اكتر، وده بيبقى كوست عالي جدا على الكاستمر. المهندسين قالوا خلاص احنا هنزود الهواء ونسيبنا من البنزين. طيب تمام، هنزوده ازاي؟ هنزوده بحاجه بسيطه اسمها التربو. ايه بقى التربو ده؟ انا تسميه التربو دي جت من توربين اللي هي المراوح، ودي اللي بيتكون منها التربو مينلي اصلا. فانا دلوقتي فهمت هو بتسمي تربو بناء على ايه. الاول لازم أن تكون متخيل شكل التربو، فده شكل التربو عشان تكون فاهم انا بتكلم في ايه بالظبط. التربو متكون من مروحتين زي ما عرفنا. المروحه الاولى بيعدي عليها الغازات الخارجه من الموتور، فالمروحه الاولى بتلف. المروحه دي متوصله بالمروحه الثانيه، فلما تلف الاولى بالتبعيه المروحه الثانيه بتلف، بس بتلف في عكس الاتجاه. بتسحب الهواء من بره وتضخه جوه الموتور. بس قبل ما تضخه جوه الموتور يخش على طول على الموتور، بيعدي بحاجه الاول اسمها انتر كولر اللي هو المبرد. فليه اصلا بيعدي عليه الاول وليه ما يخشش على طول على غرفه الاحتراق؟ احنا دلوقتي اصلا مش محتاجين بس هواء وخلاص، فاحنا تمام، احنا جبنا الهواء يخش على طول على العربيه بقى. لا، بس لازم يعدي الاول على الانتر كولر. ليه بقى بيعدي عليه؟ بيعدي عليه عشان انا خبيت عنك معلومه مهمه جدا، ودي غلط مني انا، بس لازم اكشف لك الحقيقه دلوقتي. احنا مش محتاجين هواء وخلاص. الهواء جواه الاكسجين. الاكسجين ده هو العامل الاساسي اللي بيساعد في الاحتراق. احنا مش عايزين اي حاجه تاني من الهواء غير الاكسجين. طب احنا دلوقتي عايزين نزود بقى نسبة الأكسجين اللي داخل في الهواء. بمعنى إيه؟ دلوقتي احنا جبنا هواء، زودناه، تمام، ودخلناه جوه غرفة الاحتراق. تمام. دلوقتي احنا عايزين كمان نزود كفاءة الهواء ده بحيث نوصل لأعلى كفاءة وأكتر طريقة نقدر نستخدم بيها الهواء ده جوه العربية. فبنزود الأكسجين جوه. طيب تزويد الأكسجين دي بتتم إزاي وإيه علاقتها بالمبرد؟ خلينا نرجع لجزء صغير جدا في الفيزياء. هيقول لك ان نسبة الاكسجين في الهواء البارد اكتر بكتير من نسبة الاكسجين في الهواء السخن. ده بسبب ان الموليكولز او الجزيئات بتاعة الهواء البارد قريبة من بعض، فده مديها كثافة اكتر، يعني كل الجزيئات قريبة من بعض، جزيئات الاكسجين مع بعض قريبة، على عكس الهواء السخن بتبقى كل الجزيئات بعيدة عن بعض، وده بيديها كثافة اقل جدا عشان كل حاجة بتكون بعيدة عن بعض. دلوقتي انت فهمت التربو بيشتغل ازاي وايه فايدته. دلوقتي في انواع كتيره جدا من التربو. التربو فيه سنجل تربو، توين سكرول تربو، وانواع تانية اكتر منها بكتير. بس في نوعين اساسيين هم دول البيزكس اللي بيتفرعوا منهم الاول. النوع الاول هو اسمه تربو تشارجر، والتاني اسمه سوبر تشارجر. طب ايه الفرق بينهم؟ شايف اللي احنا شرحناه فوق ده كان التربو تشارجر. ده بالظبط التربو تشارجر عشان ده الفكره المبدئيه اصلا للتربو. طيب ايه الاختلاف منهم؟ والله الاختلاف ان زي ما احنا عارفين ان التربو اللي شرحناه فوق هو بيستنى الغاز اللي خارج من الموتور عشان يبدا يدور المروحه، عشان يبدا اصلا التربو يشتغل لازم يعني يستنى الغاز اللي جاي من الموتور.
على عكس السوبر تشارجر. السوبر تشارجر مش بيستنى الغاز، هو اوريدي متوصل بالموتور، وانس الموتور اشتغل هو بيبدا يلف، لان هو متوصل بالشيفت بتاعه الموتور ذات نفسها، ما بيستناش اي غاز يعدي عليه. هنا بنشوف حاجه اسمها اللاج في التربو. اللاج ده هو فرق الوقت ما بين تشغيل الموتور وخروج الغازات من الموتور اللي هي بتعدي على المروحه. ده مش بنشوفه خالص في السوبر تشارجر. تمام كده معناه بقى ان السوبر تشارجر افضل من التربو تشارجر. طب خلاص هما ليه بيخلوه اصلا اوريدي موجود؟ ما كلهم يستخدموا السوبر تشارجر بحيث ان هو افضل ومفيش لاج بيحصل فيه. وانس ان الموتور بيشتغل التربو بيشتغل معاك. والله هي بريفرنس، هي مدارس. ليه؟ كان على المسافات الطويله بنشوف ان التربو تشارجر اللي احنا شرحناه اوريدي فوق، اللي هو بيستنى خروج الغاز من الموتور، بيوري كفاءه اكتر او بيدي سرعه اكتر للعربيه اكتر من السوبر تشارجر. من الاخر الفرق ما بينهم ان لو انت مش عايز اللاج اللي بيحصل في التربو ان هو عقبال ما يشتغل وان انت بتشغل العربيه، فانت اكيد لازم توجه للسوبر تشارجر عشان هو اوريدي على طول بيشتغل مع الموتور. طيب تمام، انت مش فارق معاك اللاج، عادي الثانيه ثانيتين اللي بياخدهم الموتور عقبال ما بتخرج الغازات ويتحرك المروحه، بس انت المهم معاك على المسافات الطويله توصل لاكتر سرعه او اكتر هورس باور يقدر يخرجوا لك التربو، فطبعا تروح للتربو تشارجر. لو انت لا هيفرق معاك ده ولا ده، عشان انت ما معكش فلوس تجيب التربو اصلا ولا معاك تجيب السوبر تشارجر زيي، فتضامن معايا واعمل لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وانزل قول لي رايك تحت في الكومنتات. سلام.